السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ احوالكم طيبه؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كما كتشاهدوا معايا ان شاء الله بغيت نقدم معكم ست وجبات ديال اسبوع كامل ديال الغداء. بحكم بزاف الناس كيبغيو التنوع في الاكل، وميم طون كيبغيو غداء صحي. يعني فقررت اني نشارك معكم هذه السلسله ديال الاسبوع كامل. وان شاء الله دابا غادي نبدا معكم باول يوم في الاسبوع اللي هو يوم الاثنين. حضرت فيه السمك، وغنشارك معكم طريقة الحوتة يعني اللي درتها في الفرن. اول حاجه راني قطعت البصل شرائح رقيقه. يعني ما امكن حاولوا ما امكن تقطعوها شرائح رقيقه، حيت هي كما كتلاحظوا راني ما طيبتهاش، بحكم انني الخضره الاخرى راني درت ليها نص طيبه. بالنسبه للجزر والبطاطا راني درت لهم نص طيبه، واي خضره كنتو غادي ديروها كتفضلوا ديروها مع السمك، يعني متوفره عندكم فتقدروا ديروها. بالنسبه للخضر كندير ليه نص طيبه، يعني باش كيكمل الطياب ديالو في الفرن. دابا هنايا الحوت راه عندي منقيه ناضيه. راني كندير ليها شويه ديال الخل، قطره ديال الخل، يعني باش حتى هو كتدخل فيها ديك البنه، واحد كيعطي حتى هو واحد اللوغو زويون. وميم طون ما كتكونش هذيك الزفوره ديال الطياب ملي يكون كيطيب. هنايا خليها على جنب، تدخل فيها باش تدخل فيها الخل مزيان. وغادي نحضر معكم التوابل. بالنسبه للتوابل درت سكنجبير، درت ابزار، كركم، ملح، البابريكا او التحميره، الكمون، فصوص الثوم. اني قطعت معدنوس قطع صغيره وضفتو مع الخليط حتى هو، وغنزيد عليه الزيت. بالنسبه للزيت غنضيف في الزيت يعني اللي تكفي بالنسبه للخضر وبالنسبه للسمكه. وحتى التوابل كذلك، يعني كندير الكونتيتي اللي تكفيني بالنسبه للسمكه وبالنسبه للخضر، باش يعني عاد ما نبقاش عاوتاني عاد نخلط عاوتاني. كندير كلشي ضربه واحده. صافي هنايا اول حاجه غادي نشرمل السمكه، هي هذه غادي نشرملها مزيان. بالنسبه لهذوك الشرائح باش كيدخل فيهم حتى هما لاصوص مزيان. ودابا لاصوص اللي بقات ليا غادي نتبل بها الخضر. قبل ما ندير التتبيله للخضر فغادي نحاول نزين هكايا بالطماطم وفلفله حلوه وشرائح من الحامض، حتى هما اللي كيلعبوا دور كبير بالنسبه للسمك. راكم عارفين الحامض مع السمك فراه كيعطي واحد البنه خاصه ديالو. ودابا ان شاء الله من بعد ما ساليت ليها غادي نسالي ليها التوابل هذه وكل شيء، غندخلها للفرن اللي غادي يكون ديجا شاعله ليه. بالنسبه للفرن ديال الغاز راني كنشعل ليه غير من الاسفل، بحكم السمك ملي كنشعل ليها من الفوق راه يعني كتهز هذيك الطبقه ديالها الفوقانيه ملي كتكوني شاعله من الاسفل والاعلى. دونك تطيب وشعلي ليها تحمر، وهذا هو الشكل ديال الطبق النهائي. ودابا ان شاء الله غنمروا اليوم الثاني. بالنسبه لليوم الثاني فغنصوب مريقه باللحم احمر. اول حاجه هنايا غادي نشحر اللحمه بالبصيله مع شويه ديال البصله وشويه ديال الحامض. بالنسبه للحامض تقدروا ديروا حامض، تقدروا ديروا طماطم او مطيشه. دونك كيجيو فيها مزيانين بجوج بيهم. بحكم غادي نخضر باللوبيا، فراكم عارفين هي كتبغي شويه ديال الحموضه باش كتجي زوينه. هنا بالنسبه للتوابل فكندير التوابل المعروفه، سكنجبير، شويه من الكركم، شويه من التحميره، شويه من الابزار. بغيت تزيد شويه قلة كتجي مع اللحمه حتى كتجي زوينه. شويه د القرفه حتى كتجي مع اللحمه زوينه. وبالنسبه للتوابل فكتبقى كل واحد كيفاش كيدير التوابل، يعني كل واحد شنو كيبغي، النسمات اللي كيبغيهم كيزيدهم. وهنايا غادي ندير مع شويه ديال المعدنوس وشويه ديال الماء باش كتقلى ليا اللحمه والبصل. دونك ما كنبغيش انايا نخلي اللحمه تقلى غير بوحديتها هكاك في الزيت. فهكاك فاش كنزيد ليها الماء يعني كنحاولوا اننا ما تقلاش مع الزيت بوحديتها، مع الماء كيجي صحي اكثر. وهنا كما كتلاحظوا من بعد ما تقلات فرين ضفت مع عليها اللوبيا والبطاطا، ودابا غنزيد عليها الماء الكافي اللي غادي يكفيها. بالنسبه لهذيك الحبه اللي كتبان لكم حبه الباديان، انا كنسم بها مره كنسم بها حتى هي كتعطي حتى هي لو كونسيل. بالنسبه اللي بغاها اللي يعني تقدر، كاين اللي تقدر تجيه قويه شويه، هي غير حبه واحده كتجي عاطيه.
وهنايا المريقة من بعد ما طابت، فيعني كما صورت معكم الأول، فضروري نصور الطبق النهائي، الشكل النهائي. فيعني هذا هو الشكل النهائي ديال المريقة. ودابا ان شاء الله غنمشيو لليوم الثالث اللي هو يوم الاربعاء. بالنسبه ليوم الاربعاء كنفضل انني ندير شي حاجه اللي كيبغيوها الدراري الوليدات، بحكم يوم الاربعاء كيكون معايا في الدار ما كيقراوش في العشيه. فاني فضلت ندير ليهم مريقه طويجين بصوصيص، بحكم كيبغيو الصوصيص كيعجبهم. واول حاجه هنايا درت البصيله، درت معها طماطم، درت التوابل، الثومه، شويه ديال معدنوس، ورقه ديال سيدنا موسى. حتى هما راه كيديروا واحد النسمه ديالهم. انا راني ديما كنستعملهم في الطياب الا لاحظتوا. فيعني كيعطيو واحد اللون اللي هو زويون. وهني صافي راني حطيت الصوصيص، راني تا هو شرملته شويه ديال البزار وشويه ديال الكمون، شويه ديال الربيع وشويه ديال الثومه، صافي كنشرمل في هذيك لاصوص. وني راني صاب شويه ديال الفريت باش نرافقو مع الصوصيص، كنحطو فوق من الطاجين. تقدروا تزيدوا كاضافه معاه. وصيب شويه د لاصالاد اللي غادي نرافق مع الطاجين. ودابا ان شاء الله اليوم الرابع اللي هو يوم الخميس، فكما كتلاحظوا راني حنا دوزنا السمك، دوزنا اللحم احمر، دوزنا السوسيس. دونك غنصايب فيه طاجين بالدجاج. يعني واخا كندير طاجين، راني كنحاول ما امكن نوع في الطاجين. يعني بالنسبه للطاجين غنعتمد عاوتاني على الخضار باش يعني يستفد الواحد عاوتاني من الخضار. درت بصل، جزر درتهم من التحت شويه، حبه جزر، ونيا الكورجيت والبطاطيس. وراه كيبقى لكم الاختيار، يعني اي حاجه كتاكلوها في الخضر وفي هذا، يعني تقدروا تحضروها وتحطوا الطاجين. كنحاولوا ما امكن نوعوه بالخضر باش نستفدوا من الفوائد ديالها. وهني راني ضفت الطماطم كتزين، وميمطون كتزيد هذيك الحموضه ديالها هي في الطاجين، كتجي زوينه مع الدجاج. وهنايا غنزيد بشويه جلبانه حتى هي باش كتزين، وحتى هي كنستافد منها، حتى هي راه غنيه بالفوائد. وفي نفس الوقت كتعطي حتى هي واحد المنظر اللي هو زويون. وسورتو في الطاجين بالجلبانه كيجي طاجين رائع، كيحماقوا عليه الصغار والكبار. وني راني درت توابل، راني درت جميع التوابل هنايا في زلافه مع الزيت والملحه، وخلطت كلشي. ومن بعد حتى كنسالي الخضر كامله وكنسقيهم بهاد التوابل، وكنضيف شويه ديال الماء هكا في الجوانب، يعني باش كنخلي هذيك التوابل كتبقى من الفوق، يعني باش كتشربها الخضر وكيجي بنين الطاجين. وهذا هو الشكل النهائي ديال الطويجين، وبالصحه والراحه. ودابا ان شاء الله راكم غتشوفوا معايا البرمه، غتعرفوا شنو غادي نصايب. فغادي نصايب اليوم ان شاء الله الطبق ديال الكسكس، بحكم راكم عارفين الجمعه نصف المغاربه او لا تقريبا اغلبيه المغاربه كيديروا الكسكس يوم الجمعه. فان شاء الله اليوم الجمعه يوم معظم عند الله، يعني خصنا نديروا شي حاجه انها تكون في الاطباق مختلفة على الأيام الأخرى. فيعني راه حاجة باينة عندنا حنايا في المغرب أننا كنديروا الكسكسو نهار يوم الجمعة. فيعني هنايا أول حاجة درتها هي أنني غسلت الكسكس مزيان، وكنخليه يعني كنستقطرو من الماء مزيان، وكنخليه حتى كيتشرب على راحته. بعد ما كتقلى اللحمه وتقلى هذا كتوجدي وتنقي الخضر، كيكون يعني تشرب مزيان.
وني راني درت الحمة كتشحر هي والبصيلة ومطيشة وشوية د الربيع، التوابل. بالنسبة للتوابل راني كنت ديجا مشرملة يعني اللحم صافي، ما ضفتش معاه شي حاجة أخرى. وني الحمص راني كنديرو هو الأول، بحكم راكم عارفين كيبغي الطياب، هو واللحم كيبغيو الطياب بشوية. فاني درتهم هما يبداو يطيبوا على ما نكون وجدت الخضرة نكون نقيتها وقديتها. وني من بعد ما ساليت الجزر فراني ضفت الجزر، وغنضيف عاوتاني اللفت حتى هي. وبالنسبه للكورجيت وقرعه حمراء، يعني كنخليهم هما حتى التصويره الاخيره، حتى نبغى ندير نعاود التصويره وعاد كنضيفهم. وهني راني غنضيف الكسكسو من بعد ما تشرب مزيان كما قلت لكم. هنا غيبان لكم الكسكسو بلي انه ماشي سميده وماشي بلبوله، فهذا راه كيتصايب على اليد، كسكسو طبيعي ديال الزرع كيتصايب على اليد. كيكون ديجا طايب يعني واخا ما طيبيهش مزيان فهذا ما تخافي منه، ما يضرك ما حتى شي حاجه، اولا الناس اللي عندهم المعده ما واخا تاكلي منه ما كيدير لك حتى شي حاجه. وني من بعد ما خليت الكسكسو كيتفور دابا غنمشي نصايب معكم التفايه. بالنسبه للتفايه كنقطع البصل شرائح رقيقه، نحاول ما امكن تكون رقيقه. فكنخليها تقلى مزيان حتى كتحمر اللون ديالها. يعني هذه اكسبري كنخليها تحمر مزيان حيت هذا هو السر ديال البنه ديالها، خاصها تحمر مزيان. هنا عندي الزبيب اللي راني رقته شويه في هذاك الماء، يعني غسلته مزيان، وهذا الماء اللي كيترقد فيه كنضيفو هو الماء ديالو على البصل، وكنضيف عليه راس معلقه ديال الكركم، وكنضيف عليه معلقه صغيره ديال القرفه. فاتيني هذيك القرفه راه كتعطي حتى هي واحد البنه ديالها كتكون زوينه. وفي الاول راه ضروري كندير شويه د الملحه وشويه ديال الزيت، هما الاولين اللي كنقلي بهم البصيله، وصافي كنغطي عليها وكنخليها طيب شويه على المهل، ومره مره كنبداو نحركوها حتى كنلقاوها تشربات وطاب الزبيب، وكنعسلوها بسنيده. وني الكسكسو راه كنخليه كيتفور مزيان يعني واحد الساعه، واخا راني قلت لكم ديجا طايب، يعني على حساب اللحم راه كيخصو يطيب اللحم، يعني خليته يطيب ساعه، واخا يعني يزيد في طيب ماشي مشكل، المهم اللهم يكون زايد ولا يكون ناقص. وني من بعد ما طاب دابا راني غادي نحيدو من الكسكاس، غادي راني وجدت هنايا بانيو حطيته فيه، وفي نفس الوقت غادي نفزقو بالماء، نشربو بالماء مزيان باش يعني ما كيجيش ناشف، وصافي هي هذيك باش راه ضروري يخلص من التشريبه ديال الماء. من الكسكاس حطيه نيشان الماء فزكيه، ما غيتعجن لك ما والو. كاين الناس اللي كيقول لك لا خصك تخليه تيبرد، ما تخليه يبرد ما حتى شي حاجه، ديريكتومون نفزكيه، ما تخافي منه، لا هو لا سميده لا كسكسو ديال المحلات اللي كيتباع جاهز. ودابا غنخلي الكسكسو يتشرب، وغادي نضيف عاوتاني القرعه والكورجيت اللي بقاو ليا باش حتى هما يطيبوا شويه، بحكم هما راه في ساعه كيطيبوا عليها كنخليهم حتى التصويره الاخرانيه. على ما كندير التصويره الاخرانيه راهم كيكونوا طابوا. شتيهم كتقيسي هكا بشويه ديال الموس، ما بانت لك مازال ما طابش مزيان، صافي كتخليها تزيد طيب شويه هذيك القرعه والكورجيت صافي والفلفله. وكنضيف عليهم ورقه زيت ناموسه وكنور دجاج وبصل مجفف والحباق الا متوفرين عندك. وهذا هو الطبق ديالي النهائي. غيبان لكم الطبق بلي راه هو كبير، فهنيا ما كلناش غير حنا بوحدنا، فكاين معنا الزايد ان شاء الله ياكلوا بالصحه والراحه. وني يوم السبت اللي هو اخر الاسبوع يعني فكتقضي باللي كاين. فيعني هنا كنفضل انني ندير حتى شي حاجه كندخلها في يوم من الايام، كندخل شي حاجه من القطاني حتى راه مفيد للصحه، يعني ضروري ندخلوا شي حاجه من القطاني، وكتحيدي فيه اللحوم. يعني اللحوم ماشي اسبوع كامل انت تاكلي في اللحوم، راه كتنوعي مره اللحوم مره اسماك مره الدجاج، كل مره شنو. بحال دابا في هذا النهار في الاسبوع كديري بلاش، فواحد درت فيه اللوبيا محبوبه الجماهير. اللوبيا يعني حتى شي حاجه كنحماق عليها، عزيزه عليا اللوبيا. ثاني درت الطماطم والبصل، طحنتهم مزيان وزدت معاهم اللوبيا، زدت معاهم التوابل، زدت معاهم شويه ديال المعدنوس، انا كنستعمل ديما معدنوس ما كنستعملش القزبر بزاف.
وكنضيف ليها 2 من وريقات سيدنا موسى أولا 3 د الوريقات، وكنضيف ليها الماء الكافي اللي يطيبها، صافي وكنخليها حتى كطيب. ملي تبدا كتصفر يعني كنقص عليها على نار مهيلة، كنخليها حتى طيب على المهل. وبالصحة والراحة، وكنكونوا وجدنا شي أطباق أخرى اللي غادي نرافقوها معاها. هنايا صايب شوية د لاصالاد وصايب شوية ديال الباربة، يعني هادو هما الأطباق هما اللي رافقت معاها. وبالصحة والراحة، وشكرا لكم، وإلى اللقاء إلى فيديو لاحق بإذن الله.